السلام عليكم متابعينا الكرام. حضر حساب كأس العالم التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا من قوة المنتخب المغربي، وكتب حساب فيفا وورد كوب: المغرب بالقوة الضاربة استعدادا لكأس العالم، حراس ممتازون، دفاع صلب، وسط مبدع، وهجوم ناري. على بلجيكا وكرواتيا وكندا الاستعداد جيدا في المجموعة السادسة، فأسود الأطلس قادمون. وأعلن وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني اليوم الخميس عن قائمته النهائية لخوض منافسة كأس العالم، والتي ضمت 26 لاعبا، من بينهم اللاعب المخضرم حمد الله. واختار مدرب منتخب المغرب قائمة أسود الأطلس التي ستشارك في بطولة كأس العالم في الوقت الذي سيسافر زملاء الحارس ياسين بونو إلى الدوحة من أجل المشاركة في المونديال. وفي أول تعليق له على القائمة النهائية للمنتخب المغربي، تحدث مدرب منتخب أسود الأطلس سابقا بادو الزاكي عن رأيه في اختيارات ربان منتخب المغرب، مؤكدا أنه يسانده ويتمنى له حظا موفقا لتحقيق نتائج إيجابية رفقة منتخب بلاده. وفي هذا الإطار قال بادو الزاكي: أولا أعلن مساندتي للمدرب وليد الركراكي، وأتمنى له حظا موفقا مع المنتخب المغربي من أجل تحقيق نتائج إيجابية في نهائيات كأس العالم. كمغربي آمل أن نكون في المستوى وأن نحقق أشياء رائعة في كأس العالم تسعد الجمهور المغربي. وبخصوص عودة مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي عبد الرزاق حمد الله لصفوف منتخب المغرب، قال بادو الزاكي: أظن بأن عودة عبد الرزاق حمد الله ستعلن عن بداية عهد جديد للاعب داخل منتخب بلاده. بكل تأكيد سيكون هناك تفاهم بين اللاعب والمدرب، لذلك أتمنى أن يكون حاضرا بقوة في دور المجموعات ويساعد هو الآخر باقي زملائه في خط الهجوم. وأضاف أسطورة كرة القدم المغربية: حمد الله غاب لمدة طويلة عن صفوف المنتخب المغربي، لكنه قادر على التألق وتسجيل الأهداف. غيابه الأخير لا يعني أنه غير قادر على الانسجام. سيكون بإمكانه أن يساند المجموعة التي اختارها وليد الركراكي. وشدد بادو الزاكي على ضرورة دعم الجمهور المغربي لمنتخب بلاده في الفترة الحالية، قائلا: في الفترة الحالية يجب أن ندعم جميعا المنتخب المغربي ونساعد مدربه وليد الركراكي لما فيه مصلحة للمنتخب المغربي وبلدنا، وأتمنى أن نحقق نتائج إيجابية ونعبر إن شاء الله للدور الثاني.